السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا منى عبد العزيز. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض عيش الفينو هش وطري زي القطن، بدون محسن وبدون إضافات صناعية. الفينو مش مجرد شكله بس، لازم يكون طعم وريحة كمان. ودي كمان الفطاير هي برضو من عجينة العيش الفينو، عملتها كأنها بوريك محشية بالجبنة، ودهنتها في الوش زعفران عشان تديني اللون ده. يلا بينا نسمي ونصلي على الرسول وندخل بينا على المقادير. معايا مقاديرنا: معلقتين سكر، معلقة كبيرة خميرة، معلقتين لبن بودر، معلقة ونص بيكنج باودر صغيرة، معلقة ملح صغيرة، كوباية حليب، نص كوباية زيت، معلقة سمنة، معلقة خل، نص كوباية مية دافية نزلها في البولة، معاها معلقتين سكر كبار، معاها معلقة خميرة كبيرة، بدوبهم مع بعض. وبعدين انزل عليهم بمعلقتين دقيق، بدوبهم برضو بقلبهم مع بعض كويس قوي. ده معايا المحسن، ده انا بعمله في البيت، ده محسن طبيعي بعتمده في اي عجينة انا عايزاها تكون هشة جدا وطرية وتخمر معايا بسرعة. ده قلت لكم محسن طبيعي انا بعمله في البيت على ايدي. بغطي الخليط دوت وبركنه لحد ما يتضاعف بقى. معايا هنا كيلو ونص من الدقيق متعدد الاغراض، منخول كويس. كده تمام. معايا بقى على الدقيق بحط معلقتين لبن بودر، معلقة صغيرة ملح، معلقة ونص بيكنج باودر صغيرة. بقلب المكونات دي مع بعض. معايا هنا بياض بيضة، انا خدت الصفار بتاعه عشان ادهن بيه الوش. معايا معلقة خل، معايا كوباية اللبن، دي كوباية لبن رايب عندي. زي ما قلت لكم اي حاجة موجودة في البيت انا بشغلها، ما بقفش على حاجة. مش لازم لبن خالص، ممكن مية خالص، مش لازم لبن بالمرة. حطيت معايا نص كوباية الزيت، حطيت ربعها بس عشان انا هحط معاها سمنة. ونزلت بقى بخليط الخميرة معايا، ونزلت بقى بالمية. انا معايا السوايل 4.5 من السوايل الكيلو ونص. الكيلو بياخد 3، ياخد 3 مية، تحطيهم بقى لبن ومية ماشي زي ما تحبي. انا معايا 4.5 سوايل للكيلو ونص. نزلت بيهم، نزلت بالزيت. هيفضل معايا بقى معلقة السمنة انا بحطها، لو زبدة هيبقى افضل طبعا بكتير للمعجنات. بس ممكن تحطي نص الكوباية زيت، بس ممكن تحطيها زيت وسمنة، ممكن تحطيها زيت وزبدة، ممكن تحطيها زيت زي ما تحبي، يعني متقفيش على اي حاجة. خلاص العجينة خلاص خلصت معايا زي ما انتوا شايفين، طرية ومش بتلزق. حطيتها بقى في البولة وادهنها من فوق زيت عشان ما تلزقش في الاسترتش معايا، وبغطي عليها وبسيبها تختمر معايا. خلاص العجينة اختمرت. البولة كانت صغيرة عليها لدرجة ان هي كانت هتدلق معايا اهو. خلاص ببدأ المها بقى، وابدأ اقطعها كور، اشكلها واجهزها بقى معايا. بمسك الكورة الفها كويس قوي واقفلها لجوه. خلاص هبدأ اعمل العجينة كلها معايا كده. وبعد كده امسك الاولانية اللي انا قطعتها، هتكون ارتاحت معايا عشان العجينة ما تمغطش معايا. يعني هشوف انا اول واحدة عملتها فين وهبدأ بيها. خلاص هبدأ افردها زي ما انتوا شايفين معايا كده، وهبدأ ألم حرفها الأولاني وأقفلها كويس، وأبدأ ألف خالص. وبعد كده أقفل الأحراف معايا، الجوانب بتاعتها. وبعد كده أحطها في الصينية على الوش، يعني أخلي على الحتة اللي أنا لفتها أخليها هي اللي في الصينية وشهل الصينية. هفرد تاني معايا زي ما انتوا شايفين. أول حاجة ألفها كويس، أول لفة دي أقفلها كويس، وبعد كده ألفها كويس تاني بعديها. لازم أقفل أول واحدة، وبعد كده الفها واقفلها واقفل الجناب بتاعتها، واحطها التقفيله هي اللي هتبقى في الصينيه.
دي واحده، دي مرحله تانية بعملها، ان هو انا ما بفردش العجينه خالص، بخليها زي ما هي كده، وببدا الفها معايا كده رول وخلاص. ما بفردهاش خالص، لا ببدا افرد على طول رول بالمره. خلاص كده انا خلصت العجينه كلها. الصينيه اللي انا عملتها الاول هي اللي هتكون اختمرت معايا وتضاعف حجمها الاول، يعني تدريجيا كده. الاولانيه هي اللي هبدا بيها بالتسويه، التانية وراها، التالتة وراها كده. خلاص كده خلاص تضاعف حجمها زي ما انتوا شايفين اختمرت. بتقعد معايا حركه ربع ساعه تلت ساعه، يعني هي اول صينيه بدات بيها، قبل ما بتخلصي هتلاقي نفسك خلاص بدات تسوي على طول. هنا معايا صفار البيضه، ضربته كويس مع معلقه صغيره من النسكافيه وشويه من الحليب او شويه من الميه، بدوبهم كويس مع بعض، وببدا ادهن بقى الوش زي ما انتوا شايفين كده معايا. شفت الفين الضعف حجمه بقى عامل ازاي؟ برضو ما ببالغش في التخمير، ما بخليهاش يعني ابالغ قوي في التخمير عشان ما تبص مني العجينه. احط بقى على الوش كده سمسم، عايزين تحطوا حبه البركه، عايزين تسيبوها ساده زي ما تحبوا. خلاص الفرن بقى شغال على درجه حراره 180 معايا، طبعا سخن مسبقا، وبشغل معايا المروحه عشان يديني الوش مع القعر. طيب لو انا مثلا ما استوتش معايا بقفل الفرن وبشغل الشوايه. العيش الفينو خلاص، بسم الله ما شاء الله. شوف العيش مستوي تحفه وهش وطري. طبعا الحاجات اللي هي نازله ديت، الخليط بتاع التغطيه هو سال معايا، بيسيل على العجينه. من كيلو دقيق او من كيلو ونص ما شاء الله عملت كميه كبيره جدا تحفه. بشيله في اكياس في الفريزر. طبعا الولاد بقى رايحين خارجين، رايحين المدرسه، رايحين اي مكان، تقدروا تطلعوه تستخدموه على طول، ولا نشتريه من الفرن ولا اي حاجه. وهعمله لكم مره تانية ان شاء الله بالحليب وبالبيض، هيعجبكم قوي. هنا بقى حطيت المربى، انا عاملاها في البيت، احشيها في الفينو. وزي ما قلت لكم العجينه كان معايا عجينه، طبعا عايزه اعمل فطاير للولاد، عملتها زي نظام البوريك وحشيتها جبنه، ودهنت الوش بتاعها زعفران عشان تديني اللون ده. يلا بقى اشوفكم في وصفه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.